السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، هنبدأ مع بعض النهاردة تحدي جديد. تحدي جديد؟ درس النهاردة اسمه التحديات البيئية في وطننا العربي. تحدي البيئة، هي البيئة بيكون فيها تحديات؟ ده احنا هنشوف تحديات كتيرة قوي 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 في درس النهاردة. طب التحديات دي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ لا، هي بصراحة البيئة هتبدأ اللي هي تلعب معانا في حاجات صغننة كده. أول حاجة البيئة هتلعب معانا فيها اللي احنا من المناخ. كان بيقعد معانا وقت مش قصير، بيقعد معانا فصل أو سنة، زي فصل الربيع، زي فصل الخريف، زي الصيف، زي الشتاء. يبدأ النهاردة يقول لي لا، ده هيحصل تغير مناخي. تغير مناخي ازاي؟ قال لي هو تغير طويل في درجات الحرارة. يجي مثلا احنا المفروض في الصيف. صيف كان جو مصر زمان يبقى 30 35 40 يوم ما يبقى فيه تغير في درجات الحرارة. دلوقتي ما بقاش في الكلام ده. دلوقتي احنا درجة الحرارة ممكن بتوصل معانا ل45. ليه كده؟ ليه؟ أصل في حاجات كتير بتغير المناخ، بتغير الجو، بتغير كمان الطريقة بتاعة المناخ. زمان طريقة المناخ زمان كان كل الموضوع اللي احنا كان بيبقى مثلا عندنا أي حرارة، أي انبعاثات، يعني مثلا غاز ثاني أكسيد الكربون، أي غاز موجود معايا يبدأ يطلع ويبدأ اللي هو يبقى في الغلاف الجوي والموضوع يخلص. دلوقتي الموضوع اتغير تماما. دلوقتي بقى في حاجة عندي اسمها انبعاثات. الانبعاثات ديت للأسف ما بقتش بتعرف اللي هي تخرج زي ما كانت بتخرج. طب ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ قال لي اللي هيحصل دلوقتي اللي احنا بقى عندي تغير طويل في درجات الحرارة. زمان ما كانش عندي تلج، ما كانش في حاجة المصريين يسمعوها اسمها التلج بينزل والدنيا بتمطر. الشتاء اللي فات لو احنا فاكرين لقينا تلج، وقعدنا ايه ده، دي ماما نزل في التلج في البلكونة. ده انا كنت بتفرج ولقيت تلج. ده انا ماما خافت عليا التلج يقع على راسي، معرفش ايه. وقعدنا السنة اللي فاتت يحصل كلام كتير 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 حول اللي فيه تلج حصل. وعشان احنا مستغربين عشان اول مرة يحصل تلج في مصر. هي مش اول مرة قوي عشان برضو نكون صادقين في كلامنا. طب كل اللفة دي عشان ايه؟ عشان اقولك ان المناخ عندي في مصر ابتدى اللي هو يتغير. طب ايه اللي خلى عندي المناخ يتغير؟ حاجات كتير حصلت في البيئة. تعالوا نشوف ايه المشكلات اللي حصلت في الوطن العربي، وليه الجو عندي بيتغير، وليه كل الكلام ده بيحصل. اول حاجة هنبدأ بيها هو تغيير المناخي، او ما المقصود بالتغير المناخي. هو تغير طويل في درجات الحرارة وأنماط المطر. زي ما اتكلمنا، ساعات ما كانش بينزل لي سيول أصلا في مصر. بالنسبة كان آخري خالص الاقي النوة اللي هي السيول، المطر الكتير كتير كتير عندي في اسكندرية وعلى السواحل. يبدأ دلوقتي يقول لي ده انت عندك في الجيزة هنا يا فندم في مطر وفي سيول كتير، في كمان تلج زي ما اتفقنا. كمان درجات الحرارة العالية يخلي عندي جفاف. الجو عندي نار، الجو عندي مفهوش مطر. الجو عندي الندى اللي كان بينزل الصبح قطرات مياه صغيرة كده كنا بنلاقيها على النبات، نلاقيها مش موجودة. طب كل ده بسبب ايه؟ بسبب التغير في درجة الحرارة. نلاقي كمان من كتر ما الدنيا حر نار نار نار، ايه اللي يحصل؟ الغابة تتحرق. درجات الحرارة توصل ل60 65 70. يبدأ ان الجو دوت او درجة الحرارة ديت تمسك في ورقة نبات، تحرق ورقة النبات. أول ما تمسك في ورقة النبات، الشجر في الغابة بيكون جنب بعض. عارف حضرتك أو حضرتك لما بتكونوا مش متسرحين وشعركوا شابك في بعض؟ أهو الغابات نفس الموضوع، بيكون الشجر شابك في بعض. أول ورقة نبات تتحرق، كل الشجر يبدأ يمسك في بعض فيتحرق، فيعمل لي حرائق في الغابات. طب الحرائق دي تفيدني ولا تضرني؟ لا تضرني. ده انا في عندي اشجار انا مش عندي منها تاني. عندي في الوطن العربي منها كمية قصيرة، كمية صغيرة. اول ما تحرق لي النبات، ايه اللي يحصل؟ الشجر ده يموت. طب هينفع يطلع تاني؟ لا، يبدأ للأسف اللي احنا نخسره. ففي الوقت دوت في نباتات ما تبقاش موجودة.
طيب في الوقت دوت دي يعمل لي مشكلة في الوطن العربي. قال لي أنا عندي مشكلات في الوطن العربي. أول حاجة إن وطننا العربي عنده عديد من المشكلات وتحديات كمان بيئية. بسبب إيه؟ اتفقنا تغيرات مناخية تؤثر على حياتنا اليومية كمان ومستقبل التنمية. حياتنا احنا كجسم إنسان أو البني آدمين عموما متحبش السقعة. طب لا، أنا بحب السقعة وبحب الشتاء. طب استنى واسمعني، حضرتك بتحب السقعة وبتحب الشتاء وبتحب تطلع بخار وتقعد تتفرج عليه وتلعب انت واصحابك، بس بتحب تطلع من تحت البطانية؟ لا. تحب تروح مدرستك؟ لا. ليه؟ عشان انا متدفي. الله، انا قاعد ماسك اي حاجة بشربها سخنة كده وقاعد متدفي بتفرج على التلفزيون، مش عايز اتحرك من تحت الغطا، حتى انا مش قادر اقوم اذاكر. ففي الوقت دوت الشتاء يأثر لي على مسؤولياتك ويأثر لي على واجباتك ويأثر لي على يومك ولا ما يأثرليش؟ لا يأثر. يبقى بيأثر على الإنسان ولا ما يأثرش؟ يأثر. مكان ما انت ممكن تصحى الساعة 6 في الصيف أو في درجة حرارة معتدلة، يجي في الشتاء يا ماما سيبيني نص ساعة ده أنا مش قادرة أقوم من تحت البطانية. مش ده اللي بيحصل؟ ده بالظبط التأثر اللي هو قصده عليه. يومك بيبدأ مش أحسن حاجة. طب الحر برضو الشديد، يبقى حضرتك جاية من المدرسة يا لهوي أنا مش قادرة أعمل حاجة، أنا عايزة أخش أخد دش، أنا عايز هوا، شغلي لي المروحة. مش قادر من كتر الحر برضو تعمل حاجة. يبقى التغير المناخي بيؤثر على حياتنا اليومية، كمان بيأثر على مستقبل التنمية. طب أنا مالي ومال التنمية؟ ده أنا في 6 ابتدائي. مالك ومال التنمية طبعا، ومالك ومال التنمية طبعا. ما تبقي بنوتة جميلة صاحية الصبح رايحة مدرستك بتذاكري كل حاجة أول بأول، دخلتي الجامعة بقيتي متفوقة، اتخرجتي من الجامعة بقيتي مهندسة، بقيتي دكتورة، بقيتي مدرسة، بقيتي المجال اللي انت عايزاه. هتبدأي ان احنا نبنى مصانع، والمصانع نشغل حضرتك فيها لو حضرتك مهندسة، ولو حضرتك مهندس نشغلك فيه، ونبدأ اللي احنا نبني والدنيا تتطور وتبقى كويسة. حتى لو مهندس زراعي هتهتم بالأرض وتشوف ايه المبيدات اللي احنا محتاجينها ونشوف كل اللي احنا عايزينه. طيب حضرتك ما كنتش بتذاكر وحضرتك في 6 ابتدائي، دخلت اعدادي ما جبتش مجموع كويس، دخلت ثانوي الدنيا ما كانتش احسن حاجة، دخلت الجامعة ما كنتش عارف تذاكر، ابتدى المصانع عندنا احنا مش لاقيين مهندس شاطر، مش لاقيين دكتورة كويسة تعرف المرض اللي عند الشخص فتعالجه. فعشان كده بيقول مستقبل التنمية بيتأثر بالمناخ بتاع حضرتك، بيتأثر بالتغيرات المناخية وكمان الاستقرار في المنطقة. أنا دلوقتي مثلا قاعد في التجمع وبعدين الجو عندي مولع. طيب هتفضل قاعد هناك ولا هتشوف مكان الجو فيه يكون أحسن؟ لا، هضطر إن أنا أشوف مكان تاني يكون الجو فيه أحسن. عشان كده بيقول الاستقرار في المنطقة. كمان تؤدي التغيرات المناخية إلى حدوث بعض المشكلات البيئية. إيه المشكلات اللي ممكن يعمل لي؟ قال لي لا، ده يعمل لي حاجات كتير. جفاف وسيول، تلوث هواء. إيه؟ جفاف وسيول وتلوث هواء، تصحر ندرة مياه. جفاف وسيول تلوث هواء تصحر ندرة مياه. جفاف سيول تلوث هواء تصحر ندرة مياه. ندرة مياه هنا مش مياه مالحة، ندرة مياه هنا ندرة مياه العذبة اللي احنا بنشرب منها وبنسقي بيها الزرع. طب تعالوا نشوف الجفاف. الجفاف يتعرض كثير من الدول العربية لخطر الجفاف. هو يعني ايه اصلا جفاف؟ جفاف هو نقص كمية الامطار خلال فترة زمنية محددة. دلوقتي انا في فصل الشتاء كان مثلا بينزل لي سيول مطر كتير كتير كتير. طيب دلوقتي احنا درجة الحرارة لسه حر، في مطر هينزل؟ لا، ما عنديش مطر نازل، مفيش مطر موجود، او المطر اللي هيجي في فصل الشتاء هيبقى كميته محددة، هيبقى ايامه قليلة. ففي الوقت دوت الزرع اللي بيعتمد معايا على مية المطر مش هيطلع. في الوقت دوت انا لو بعتمد على الابار اللي بتجيلي من الامطار مش هيبقى عندي كمية من الابار، بل ممكن يحصل لي وادي جاف او ده الجافة خدناها الدرس اللي فات، اصلا انا ما عنديش مطر. فعشان كده بيقولي اللي الجفاف نقص كمية الأمطار. المية بتقل امتى؟ خلال فترة زمنية محددة. يعني خلال السنة دي أنا المية عندي قلت. بسبب إيه؟ بسبب إن ما عنديش مطر كتير. وده كده صورة بتوضح لي منظر الجفاف. الأرض كان فيها مية والمية ابتدت تجف وتنشف. طب ايه النتائج المترتبة؟ ايه اللي يحصل لما يحصل لي جفاف؟ قال لي نقص غذاء، ما بقاش في اكل خلاص.
الانتشار الامراض وسوء التغذيه، ما بقاش عندي اي طريقه من المحاصيل الزراعيه اجيبها بيها. يعني ايه الكلام ده؟ انا دلوقتي بحتاج مثلا الرز ميه كتيره جدا. حلو. الرز عندي مش هينفع يطلع. ليه؟ ما انا مش هلاقي ميه اشربه منين؟ انا المطر اللي انا كنت مستنيه ما جاش. طيب انا دلوقتي عايزه اسقي منطقه زراعيه، هسقيها منين؟ انا معتمد ان انا هيجيلي مع ميه النهر مطر، مفيش مطر، هعمل ايه طيب؟ طب ايه اللي دخل ده في الامراض؟ ايه اللي دخل ده في الامراض؟ اللي احنا الصوب الزراعيه اللي بيتحط فيها النبات مش احسن حاجه، على عكس الجو الطبيعي كويس بتاعها. فعشان كده يبدأ يحصل لي امراض. التأثير بالسلب على النشاط الزراعي والرعوي، زي ما اتفقنا إن النشاط الزراعي أنا مش هعرف أزرع كويس، والرعوي علشان أي منطقة زراعية بيكون فيها نبات طبيعي، النبات اللي جاي من عند ربنا اللي محدش بيتدخل فيه. فالبدو بياخدوا الرعي بتاعهم أو الأغنام والماعز بتاعتهم ويطلعوا في الصحراء، ويبدأ يأكل الأغنام بتاعته من النبات الطبيعي. دلوقتي مفيش مطر، مفيش نبات طبيعي شرب، النبات الطبيعي مات. النسبة للأغنام دي هتلاقي أكل، والنبي ما هتلاقي أكل. يبقى عشان كده بيقول لي تأثير بالسلب عن نشاط اتنين، زراعي ورعوي، زراعي ورعوي. طرق مواجهة المشكلة أعمل إيه؟ تطوير شبكات الري، وإعادة تدوير المياه، وترشيد استهلاك المياه. إيه ده؟ أنا مش فاهم حاجة. تطوير شبكات الري يعني إيه تطوير شبكات الري؟ تطوير شبكة ري، أنا دلوقتي عندي ماسورة مية، ماسورة المية دي تحت الأرض. المية وهي ماشية الماسورة ابتدت تسرب تحت الأرض. كمية المية اللي هتوصل لحضرتك قليلة ولا كتيرة؟ لا قليلة. ليه؟ ما هي الماسورة بتسرب في الوقت دوت، كمية المية كلها بتنزل تحت الأرض، والكمية اللي بتجيلك قليلة. عشان كده بيقول لي أنا لازم أطور من شبكات الري، إعادة تدوير المياه. إيه ده يعني؟ أنا هشرب مياه إيه؟ لا مش حضرتك ساعتها اللي بتشرب. إعادة تدوير المياه القصد هنا منها إن مياه الصرف الصحي بنبدأ اللي إحنا نتخلص من أي مخلفات فيها، وبنبدأ يتعمل لها إعادة تدوير، ويتسقي منها الحدائق اللي بتبقى في الشارع، الزرع اللي بيكون في الشارع، بدل ما بنسقيه بمية نظيفة. أدينا وفرنا مية. ترشيد استهلاك المية، أرشدها أعمل إيه يعني؟ عارف حضرتك رشدها تعمل إيه؟ فرشة السنان اللي بتبقى ماسكها وواقف تغسل سنانك بيها. اه اسيب سناني وسخة؟ لا ما تسيبش سنانك وسخة ولا حاجة. اقفل الحنفية وانت بتغسل سنانك، اقفل بس لحد ما حضرتك تقعد تغسل سنانك، وبعد كده اما تعوز مية يبقى افتحها. الشاور اللي حضرتك بتاخده، مكان ما تقعد في البانيو ونقعد نبلبط ونلعب والله المية حلوة في الصيف، لا ما حضرتك ممكن تفتح الدش، ناخد دش وخلاص. او حتى لو هتستخدم البانيو مش لازم وانا قاعد في البانيو المية تفضل شغالة، حرام. طيب ايه تاني؟ حد بالبنات بالذات، انا في الحمام بغسل وشي لقيت خناقه في الشارع، اسيب الحنفيه واسيب كل حاجه اطلع اتفرج على الخناقه؟ لا يا حبيبتي ما ينفعش، في الحنفيه وروح اتفرجي على الخناقه براحتك، بعد كده ارجعي تاني للميه يا ماما. في حاجات كتير انا ممكن ارشد استهلاك الميه من خلالها. طب ايه مشكله ندره المياه العذبه؟ قال لي للاسف ان الوطن العربي عندي عنده مشكله في ندره المياه العذبه. يعني الميه اللي عندي في الوطن العربي قليله بسبب ايه؟ قال لي قلة سقوط الامطار، للاسف المية او المطر عندي بقى قليل. زيادة عدد السكان في بعض الدول العربية، في دول من الدول العربية عندي زيادة او كثافة عالية في عدد السكان. زي ما خدنا السنة اللي فاتت ايه الاماكن اللي فيها كثافة عالية وفيها كثافة متوسطة، احنا من ضمن الدول اللي ممكن نقول عليها ذات كثافة عالية. كمان سوء إدارة الموارد المائية باستخدام طرق الري التقليدية. إزاي؟ يعني بدل ما أجيب حاجة اسمها الري بالرش أو التنقيط، لو بنشوف نوادي أو بنشوف الجناين اللي بتكون في الشارع بيكون في حاجة كده بتاع ترش مية وتقفل، ترش مية وتقفل، دي اسمها الري بالرش. أو التنقيط، ده طريقة جديدة بنبدأ اللي احنا نزرع أو نشرب النبات بطريقة أفضل، بطريقة تنقيط. مكان ما انا امسك خرطوم واقعد ارش في الشارع، اقعد ارش على النبات، ده كده بيخلي لي الميه عندي تخلص. يبقى سوء اداره الموارد المائيه، ما بتعاملش بطريقه كويسه مع الميه. طب ازاي اواجه بقى المشكله؟ قال لي اول حاجه ارشد استهلاك المياه، زي ما قلنا واحنا رايحين نشوف الخناقه في الشارع هنقفل الحنفيه، واحنا بنغسل سناننا هنقفل الحنفيه لحد ما نخلص، بعد كده اما نعوز ميه نفتحها.
تاخد الشاور بتاعك او بتاعك، نبدأ اللي احنا ناخد كمية المية اللي احنا محتاجينها. ما يبقاش حضرتك بتعملي شامبو على راسك وتسيبي الحنفية مفتوحة. ما نلاقيش مثلا حد واقف في الشارع ماسك خرطوم مية وعمال يرش. كل دي حاجات بتخلي المية تخلص. لا، احنا هنعمل ايه؟ هنرشدها ومش هنعمل كل الكلام ده. تحسين شبكات المية والصرف الصحي. طب احنا اتفقنا ان عشان الماسورة ما تنزليش مية تحت الارض نعمل شبكات مية كويس. طب والصرف الصحي؟ تعال اقول لك. والصرف الصحي، مواسير الصرف الصحي لو سبناها والمواسير ما بقتش حلوة، دخل الصرف الصحي على الماء اللي حضرتك بتشربها، نعمل ايه؟ يا لهوي، ده يحصل تلوث في المية. هيحصل تلوث في المية، فهيضرنا واحنا بنشربها، هيضر الارض الزراعية. لو شربت من الحاجات اللي فيها السموم ديت هيحصل لها مشكلة كبيرة جدا. هيبقى الموضوع مش احسن حاجة خالص، ولا في المية ولا لحضرتك ولا اي حاجة. عشان كده بيقول تحسين شبكات المياه والصرف الصحي. هنلاقي عندي طريقتين، واحدة رش والتانية تنقيط. مين؟ واحدة رش والتانية تنقيط. يبقى استخدام أساليب جديدة في الري، باستخدام الري بالرش والتنقيط. نبدأ نعمل حملات توعية زي ما احنا بنعمل كده ونقول. يبدأ كمان تحصل في التلفزيون، يبدأ اللي هي يحصل على السوشيال ميديا، اللي احنا عندنا توعية عشان نحافظ على المية بتاعتنا. طب التصحر، مالها التصحر؟ التصحر هو تناقص قدرة الأراضي الزراعية على الإنتاج. إيه ده؟ يعني إيه؟ يعني الأرض الزراعية بتاعتي مكان ما بعرف أزرع عليها كذا نوع من النبات، يبدأ اللي أنا ما أعرفش أزرع عليها حاجة خالص. طب ليه يا عم الحاج؟ قال لي أصل في الوقت دوت في حاجات كتيرة بتعمل لي مشكلة في الأرض، فبتخليها بالمنظر ده، فما تخليناش نعرف نزرع عليها. طيب بيقول لي ما النتائج المترتبة على يغطي نسبة كبيرة من مساحة الوطن العربي؟ قال لي لما يبقى عندي نسبة كبيرة بالأرض ده في الوطن العربي هيحصل لي تدهور الأراضي الزراعية. طب والأراضي الزراعية مالها؟ حلو، أنا دلوقتي الأرض بالمنظر ده، هات حضرتك نبات وتعالى ازرع، تعرف؟ لا. طب تعالى بس جرب، شيل بس أول طبقة دي، تعالى جرب. لا مش هينفع. ليه مش هينفع؟ عشان الأرض كده ابتدت تلاقي تبوظ. التصحر ده أنا ما بقدرش أزرع عليه، فحضرتك مش هتقدر نزرع عليه، مش هيبقى فيه نبات. مفيش نبات هيطلع نقدر ان احنا نستفاد منه، مفيش محاصيل زراعية هنعرف ان احنا ناكل ونصنع ونتاجر ونبعت لدول تانية، مش هيبقى فيه الكلام ده، فهيختفي نبات. يبقى تدهور الأراضي الزراعية واختفاء النباتات. طب أسباب المشكلة دي طبيعي من عند ربنا واحنا ملناش دخل بيها، ولا بشري؟ أجي الاتنين، أسباب طبيعية وبشرية، بطبيعي وبشري. أول الطبيعي بفتكر النونة الصغننة اللي قبل ما تمشي تبدأ تزحف، فبقول عليها زحف. زحف مين؟ فاكرين الكثبان الرملية؟ حبة الرمل اللي كنا فاكرين إن حد بينزل يلعب في الصحراء؟ يبقى زحف الكثبان الرملية. أسباب طبيعية، زحف الكثبان الرملية. ايه تاني؟ والتانية بينقص، والتانية بينقص. نقص مين؟ نقص 2 من أمطار ومياه جوفية. أمطار ومياه جوفية. يبقى زحف الكثبان الرملية وتناقص 2، واحدة مطر والتانية مياه جوفية، والتانية مياه جوفية. طب الأسباب البشرية، الإنسان يسيب الحاجة في حالها؟ والنبي أبدا. طب تعمل إيه؟ قال لي الإنسان يعمل 3 أسباب بشرية، 3: قطع ورعي وتوسع. إيه؟ قطع ورعي وتوسع. قطع أشجار، رعي جائر للحيوان، توسع عمراني. طب قطع الأشجار ليه؟ قال لي قطع الأشجار نبدأ نقطع الشجر من جذوره فيعمل لي مشكلة في الأرض. الرعي الجائر للحيوانات، انا دلوقتي جبت الحيوان بتاعي وابتديت ان انا اكله من الارض اللي عندي. حلو. طب فين المشكله؟ مفيش مشكله. لا، في مشكله. بعد كده قلت لاختي الحقي، ده المكان الفلاني فيه زرع، فيه نبات طبيعي، روحي اكلي الحيوان بتاعك هناك. راحت واخده المعيز بتاعتها والغنم بتاعتها وراحت نفس المكان. انا قلت لها تروح امتى؟ تروح كمان اسبوع، تروح 10 ايام، تروح اسبوعين، يكون النبات ابتدى يطلع تاني ويتغذى مرة تانية. اختي ما سمعتش كلامي، راحت واخدة الغنم بتاعها وراحت طالعة على الارض الزراعية مأكلها. تسكت؟
ابدا. لينا اخت تالت تروح رايحه قايله لها الحقي، ده في ارض والغنم بتاعي وبتاعت اختك كانت منها، خدي الغنم بتاعك وروحي اكليهم كمان اسبوعين يكون الارض اتغذت. التالتة تسمع كلامنا؟ والله ما يحصل. تروح في نفس اليوم واخده الغنم بتاعها ورايحه مأكلاهم في الارض. ايه اللي يحصل؟ النبات هيموت. هو ما قدرش ياخد نفسه، ما قدرش يتغذى، ما قدرش اللي هو يطلع مرة كمان. ففي الوقت دوت للأسف يبدأ ايه اللي يحصل؟ يبدأ ان النبات ده يموت وما يطلعش مرة تانية. اصل انا ابتديت اللي انا اتعب الارض فما تطلعليش نبات تاني. ده اسمه الرعي الجائر للحيوانات. طب التوسع العمراني، انا عندي حتة ارض ومخلف 20 عيل، يا لهوي ده شفته. فهنعمل ايه؟ يقول له والله انا عندي حتة الارض دي وعيالي عزوة، اخلي عيالي جنب مني. ازاي يا عم الحاج؟ يقول له انا هبني عمارتين، كل عمارة هعمل فيها 10 ادوار، لكل عيل من عيالي يقعد في دور. حلو. ادي كده عمل ايه؟ عمارتين للعيال. طب وهو ومراته يعملوا ايه؟ هو ومراته يروحوا بانيين كمان فيلا جنب عياله. يبقى بنى عمارتين لعياله وبنى فيلا لنفسه. كده الارض الزراعية تفضل ولا تموت؟ لا هتموت، ما انا هبني عليها. ففي الوقت دوت ده اسمه توسع عمراني. ببني على الارض الزراعية اللي المفروض باكل وبشرب من خيرها. ده صح ولا غلط؟ لا طبعا غلط. ده سبب المشكلة اللي تعمل لي تصحر. عندي كمان تلوث هواء. طب تلوث الهواء ده ايه السبب فيه وليه يحصل مشكلة اصلا؟ اول حاجة الاعتماد على مصادر الطاقة غير المتجددة. طب فين المشكلة؟ لا في مشكلة. مصادر الطاقة الغير متجددة اول ما ابدأ اللي انا بولع فيها عشان تديني طاقة، اول ما بتديني طاقة بتطلع غازات سامة. من الغازات ديت غازات ثاني اكسيد الكربون. يبدأ اللي هو يلوث الهواء زي اللي في الصورة قدامنا كده. لما يبدأ يطلع يطلعش من مصنع واحد، يطلع من مصنع حاج الحاج احمد، ويطلع من مصنع حاج معتز، ويطلع من مصنع الحاج بشوي، ويطلع من مصنع الحاج بيتر، ويبدأ يطلع من عند خالتك الحاجة صوفيا. فكذا حتة كل مصنع يطلع الهواء أو تلوث الهواء بتاعه، ويبدأ يطلع في غاز 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 غاز، فيحصل لي مشكلة. طب ليه مشكلة ما يطلع؟ لا، ما انت دلوقتي لما حرقت فحم، استخدمت بترول، استخدمت اي حاجة من المصادر الغير متجددة، حتى لو غاز طبيعي اللي بيلوث الدنيا قليلة، بيطلع غازات. الغازات دي لما تتكون مع بعض تعمل لي زي مظلة. المظلة دي ما تطلعش الجو السخن، ما تطلعش بقية الغازات، ما تطلعش إشعة الشمس الزايدة. ففي الوقت دوت تعمل لي درجة حرارة عالية، فيضر لي البيئة بتاعتي، وكمان تغير لي في المناخ. كمان يحصل من أسباب مشكلة تلوث الهواء العواصف الرملية. عواصف رملية، العواصف الرملية اللي بتجيلي محملة بالأتربة اللي خدناها السنة اللي فاتت. حرق النفايات، لما نلاقي كده مكان عافاكم الله وأعزكم بيبدأ اللي هو يولع في النفايات، في الزبالة، في القمامة، في كل الكلام دوت، ويولع فيه. ولعت فيه، طب ما انت كده برضو لوثت البيئة، فالدنيا مش أحسن حاجة. طب عشان المشكلة دي كلها تخلص أعمل إيه؟ قال لي عشان كده لازم نواجه المشكلة. طب هتساعدني؟ تعالوا نشوف هيساعدني ازاي. قال لي الاعتماد على الطاقة المتجددة. عندك شمس ما شاء الله بتحرقنا واحنا ماشيين، عندك رياح، عندنا اماكن خدناها السنة اللي فاتت عشان تبقى عندك رياح شديدة تولد منها طاقة الرياح، عندك كهرومائية خدناها برضو السنة اللي فاتت، ممكن من المية تطلع لي كمان طاقة، ومحدش فيهم هيبوظ الدنيا ويطلع لي أي غازات سامة أو أي غازات مش أحسن حاجة. طب انا مش في ايدك اللي انت تعمل كده او تستخدم طاقة كهرومائية وشمسية او رياح؟ والله انا لسه صغير، انا في سنة 6، خلاص بلاش ما تعيطش. تعالوا نزرع مع بعض شجر، تعالوا مع بعض كده نعمل نبات عشان الجو يبقى حلو. اعمل ايه؟ قال لي زيادة المساحات الخضراء، استخدام النقل المستدام وإعادة تدوير النفايات. بدل ما كل واحد فينا يركب عربية والعربية بتاعته نبدأ نستخدم في غاز طبيعي، نبدأ نستخدم في بنزين، في والله دلوقتي الدولة موفرة باصات بتستخدم بالكهرباء.
فدي بالنسبة لنا أحسن وبتوفر الدنيا، ما بقاش فيها غاز كتير، ما بيبقاش فيه اللي أنا أبهدل البيئة بتاعتي. إعادة تدوير النفايات، الإزازة اللي حضرتك بتاخدها بعد ما بتشرب عصيرك أو بعد ما تشرب أي حاجة فيها، تروح واخدها بتلعب بيها في اللاين بتاعك قبل اللاين الصبح، أو حضرتك بتلعب كده في البريك بتاعك في المدرسة، يقول لك مكان ما تعمل دوت ونلعب بيها، خلصت حضرتك لعبة ممكن بقى ترميها عشان ناخدها سايح البلاستيك ده كله، ونبدأ اللي احنا نعمل إعادة تدوير ونستخدمه مرة تاني. الإزاز، نبدأ اللي احنا نجمع الإزاز مرة تانية ونسيحه ونعمله بأشكال جديدة وحاجة كويسة. يبقى هنا بيقول لك مكان ما تحرق الزبالة ممكن نعمل لها إعادة تدوير النفايات، مش لازم نحرقها. بيقول لنا هنا حقائق جغرافية: الحفاظ على البيئة من التلوث والانبعاثات الحرارية أو الانبعاث الحراري يساهم في التخفيف من آثار التغير المناخي وارتفاع درجة الحرارة. طب إيه مشكلة السيول؟ زي ما إحنا بنتكلم إن إحنا عندنا مفيش أمطار. طيب اليوم ما ينزلني سيول بقى مطر كتير، إيه اللي يحصل؟ وإزاي اللي أنا أواجه مشكلة السيول تبقى عندي مشكلة تبقاش خير جايلي وحاجة حلوة؟ تعالوا نشوف مع بعض. أول حاجة هي بتهدد الوطن العربي. بتهدد ليه؟ ما احنا عايزين مطر والدنيا حلوة. طب ما تيجي بالراحة كده نعرف ليه احنا عندنا مشكلة لما بيجيلي عندي مطر كتير. يعني ايه كلمة سيول؟ الميس لسه قايلة ان السيول دي عبارة عن مطر كتير بتنزل مرة واحدة بسرعة. حلو. فين بقى المشكلة؟ أكيد مش هكتب كده في الورقة. طب نكتب إيه؟ السيول تعالوا نجمعها مع بعض: مطر كتير، أمطار غزيرة. بتيجي إحنا عارفين هتيجي إمتى؟ لأ، وفجائية. يبقى أمطار غزيرة وفجائية بتيجي مع بعض ولا كل نقطة بتنزل لوحدها؟ لأ، بينزلوا مع بعض. أمطار غزيرة فجائية تتجمع وتتدفق. تاني: أمطار غزيرة فجائية تتجمع وتتدفق، يعني بتنزل بسرعة. فين؟ قال لي في الأودية. طب خلينا كده مع بعض يعني من غير ما يبقى فيها تحيز. المنظر ده هي بتنزل في الأودية بس ولا بتنزل في الشوارع؟ معرفش نروح المدرسة نبقى هدومنا ممكن تبقى فيها طينة. لو معرفناش الشوارع بتبقى أحسن حاجة بيبقى فيها مية بنعرفش نتحرك. ده كمان ما بتبوظلناش احنا بس. أمال ايه؟ دي كمان تبوظ المحاصيل الزراعية. ليه؟ عشان في نبات. أنا ليه حطيت أول ما اتكلمنا الرز؟ عشان الرز كده كده بيحتاج مية كتير في الزراعة. طيب في محاصيل زراعية تانية لو خدت مية كتير تموت. فعشان كده بيقول لي إن السيول ليها أضرار التي تلحقها بالبنية التحتية. البنية التحتية ده اللي احنا مش عاملين أعزكم الله بلعات تبدأ المية تنزل فيها، وعلشان الشارع ما يبقاش فيه الدنيا متبهدلة. مش عاملين اللي احنا يكون عندنا بير تحت الأرض نبدأ اللي احنا نجمع مية المطر ديت ونستفاد منها. مش عاملين احنا الكلام ده. كمان بتتلف للمحاصيل الزراعية. لو نبات مش محتاج مطر كتير يبدأ المطر الكتير ينزل على النبات يموت النبات. شكرا. غير كده كمان لو خدنا بالنا ان ممكن المطر الكتير يوقع سقف بيت للأسف. معرفش انتوا حد سمع عن الكلام ده ولا لأ. في أسوان جه عليهم وقت كان في بيوت معمولة من الطين، ابتدت ان السقف يقع على الناس والبيوت تقع على الناس والبيوت بقت المية تخش جوه البيوت، وقفلوا الكهرباء عن أسوان فترة. في قرية محددة في أسوان قفلوا عليهم الكهرباء فترة لحد ما المية تنشف. البيوت اللي عندها أسانسيرات ممكن لا قدر الله ألف بعد الشر يبقى في ماس أو في أي حاجة فيبدأ يحصل كهرباء فالدنيا متبقاش أفضل حاجة. ممكن كمان عقارات كاملة بتنهار بسبب السيول. عشان كده بنخسر العقار كامل، يعني البيت كامل أو العمارة كاملة، وكمان أرواح الناس. انتشار كمان الأمراض والأوبئة، الدنيا ما بتبقاش أفضل حاجة. يبدأ اللي هو ممكن يحمل معاه من الجو من المطر أمراض تبدأ تخش عندي المنطقة اللي ما فيهاش مثلا المرض دوت، وللأسف تنتقل من كائن لكائن أو من حد لحد، أو من خلال كمان إن النبات ينزل عليه المطر اللي ممكن يكون أو السيول الملوثة فتضر لي بالنبات يوم ما البني آدم يجي ياكله فيتعب. طب إزاي أواجه المشكلة دي؟ أطور البنية التحتية، بناء سدود للاستفادة منها في الزراعة زي ما لسه قايلين. نبني سد، نبني بير، نبني حاجة عشان خاطر نحفظ المية ديت للزراعة. إنشاء مخرات لتصريف السيول.
معنى كلمة مخرات لتصريف السيول. تاني، يعني ايه مخر؟ علشان خاطر المخر نفسه هو عبارة عن مجاري أو قنوات طبيعية أو صناعية بيتم إنشائها عشان تصرف مياه السيول. طب إيه وظيفتها؟ الوظيفة بتاعتها إن هي بتوجه مياه السيل بعيد عن القرى أو المدن أو الطرق، في الوقت دوت بتوصلها البحر أو بتوصلها لوادي أو منخفض آمن عشان ما تعملش تدمير للبيوت والأراضي. طب عندي مخرات زي دي في مصر؟ عندي مخرات زي دي في مصر. طب ايه الافاده منها؟ قال لي بتعمل المخرات ديت او بتكون هناك في الصعيد وفي سيناء عشان تحمي القرى من السيول. طيب احنا عندنا ايه تاني بنتكلم عليه؟ عندنا احنا خلصنا المخرات بتاعتنا، وخلصنا اللي هي بتعمل خسائر في الأرواح وانتشار أمراض، واستخدام كمان التكنولوجيا في التنبؤ بالأخطار البيئية اللي هي السيول. طب ازاي انا بستخدم التكنولوجيا في حاجة زي كده؟ بنبدأ اللي احنا من خلال الأقمار الصناعية بنبدأ نشوف الرياح ماشية ازاي، اتجاهات الأمطار ماشية ازاي. لو فتحت أي GPS هيقول لك الأمطار قد ايه، هيقول لك الحرارة، الرطوبة، الجو النهاردة درجة الحرارة قد ايه، كمان ساعة الجو النهاردة عامل ازاي. دي لو احنا فتحنا البرنامج بتاع الخرايط او بتاع كمان الطقس اكتر. يعني في برامج في الخرايط يجيب لك الجو، وفي برامج اللي هي الطقس المحدد بتاع الطقس ده يجيب لك الجو عامل ازاي وفي انهي وقت بيكون درجة الحرارة عالية وانهي منخفض، وهنا في امطار ولا لا. طب ده بنعرفه من خلال ايه؟ من خلال الاقمار الصناعية. بعد كده بيقول لي حقائق تاريخية. قام المصريون القدماء بإنشاء مخرات للسيول لتصريف مياه الأمطار لحماية المعابد وكمان المقابر. كتر خيره. التغيرات المناخية. قال لي التغير المناخي تؤثر التغيرات المناخية على المشكلات البيئية وتزيد من حدتها. طب ايه النتائج المترتبة على التغير المناخي؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ ارتفاع درجة الحرارة، زي ما اتكلمنا في أول الدرس إن إحنا درجة الحرارة في مصر ما كانتش بالمنظر ده. دلوقتي بقى حصل درجة حرارة كتيرة، بقى عندي جفاف، بقى عندي سيول. ودي مش حاجة حلوة على فكرة إن السيول تنزل لي بالمنظر ده. طب ليه؟ علشان أنا مش مجهز أستخدم سيول بتلج، ده أنا مش مجهز ليه. ارتفاع مستوى سطح البحر، ودي مش حاجة حلوة. لو البحر ابتدى اللي هو يعلى ممكن اللي هو يندثر تحت منه مناطق كاملة، مدن كاملة. المدينة مثلا زي اسكندرية ممكن ما تبقاش عندي خالص، تبقى تحت البحر لو البحر علي. انتشار الأمراض. انتشار أمراض من تغيرات مناخية، طبعا احنا اتكلمنا في السيول وقلنا ازاي ممكن يحصل منها أمراض. كمان احنا بنتكلم ان ركود المياه يحصل بسببها تكاثر البعوض، يبدأ يعمل لي تكاثر لآفات وحشرات وحاجات ممكن اللي هي تبهدل الدنيا. كمان ممكن يلوث مياه الشرب، ممكن البحر ساعتها يبدأ يخش كمان على النهر، فدوت يخليه لي مياه النيل مياه مالحة. انتشار الأمراض كمان علشان الميكروبات والأوبئة لو ابتدى اللي هو يروح مع المية ممكن يعمل لي حاجات مش أفضل حاجة، ربنا يحفظنا كلنا. طب إيه الإجراءات العاجلة؟ قال لي حماية الغابات وزيادة مساحة الأراضي الخضراء. حماية الغابات طبعا. ليه؟ ما هي الغابات لو ما اتحرقتش هتبدأ اللي هي تمتص لي الغازات اللي موجودة وتبدأ تديني أكسجين، تخلي لي الجو أحسن، يبدأ اللي هو الجو ما يبقاش بدرجة الحرارة الموجودة، نبدأ نعمل مساحات خضراء أفضل. عندي كمان تفعيل القوانين لمواجهة التغيرات البيئية. حضرتك ان يبدأ اللي احنا نشوف المصانع، لو انت هتبدأ تشتغل بمواد او بحاجات مش طبيعية او مش موارد متجددة، نبدأ اللي احنا نفرض عليك عقوبات وقوانين. لو حضرتك خالفتها والله ده هيبقى ليك عقوبة 1 2 3، ونبقى معرفين حضرتك العقوبات اللي عليك. الاعتماد كمان على مصادر الطاقة المتجددة زي ما اتفقنا، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة زي ما اتكلمنا، الغازات اللي بتطلع من حرق الوقود. بيقول لي أمثلة لجهود بعض الدول العربية لزيادة المساحات الخضراء ومواجهة التغير. مين عمل إيه؟ قال لي أول حاجة مصر أطلقت مبادرة زراعة 100 مليون شجرة مثمرة
في كل أنحاء مصر. مصر عملت 100 مليون شجرة فيها ثمار في كل أنحاء مصر. ليه؟ عشان نحسن الهواء، نقلل من التلوث، تجميل البيئة، مواجهة التغير المناخي. جاب السعودية، قال لي هنا بقى علت علينا شوية فبقت 150 مليون شجرة. بس معلش احنا مثمرة، هما مش مثمرة. للحد من التلوث ومواجهة التغير المناخي. وتعمل على كمان إنشاء مدينة واحد عايز ينام شوية فنقول ميوم الخضراء. طب دي بتعمل إيه أو بتفيدنا في إيه؟ هي مدينة بتعتمد على الطاقة النظيفة وتحافظ على البيئة. بعد كده الأسئلة اللي احنا متعودين عليها السين والجيم بتاعت كل درس. أشوفكم بخير بإذن الله في درس جديد، ويا رب نكون استفدنا في درس النهاردة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.